النهاردة بدون مقدمات تعالوا اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. يعتبر كيك 3 في 1، حاجة كده فاخر من الاخر. وعملناها بكريم الكراميل بتاع الشركات اللي هو الجاهز، عشان في ناس بتشتكي بتقول لما بنعملها بالبيض وكده بتبقى زفرة شوية، فاحنا عملناها بتاع الشركات كده. تعالوا اقول لكم عملنا ب2 باكيت كريم كراميل، احلى كيك 3 في 1. انا سميتها 3 في 1. بس قبل ما نخش على التقدير على المقادير والوصفة والمقادير، ما تنسونش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا لتر من اللبن، ومعايا 2 باكت من الكريم كراميل اللي هو البودر العادي اللي احنا بنشتريه من بره، سوى دريم اي نوع انت بتفضليه. وهدوبهم كده على البارد وهرفعهم على النار يا دوب بس الكريم كراميل يسخن معايا، ما عايزاش لمدة الغليان. بعد كده معايا الصينيه القالب دي، ومعايا اكياس الكراميل اللي هي بتيجي في علب الكريم الكراميل الجاهز. وهنزلها في قلب الصينيه كده وادهنها بقلب الصينيه. وبعد كده الكريم كراميل خلاص جهز معايا. وبعد كده رحت مفضيه في الصينيه على طول هو وسخن كده. كده احنا عملنا طبقتين، فاضل اخر طبقه اللي هي طبقه الكيك بالشوكولاته. معايا هنا 2 معلقة كبار من الكاكاو الخام الاسباني، ومعايا كوباية سكر، معايا حبايتين بيض، معايا نص كوباية زيت على سمنة، معايا فانيليا، معايا كيك شيف، معايا كوباية دقيق، معايا كوباية الا ربع حليب. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هحط الفانيليا على البيض، وهنجيب شفشق الخلاط كده، وهنزل بالبيض وهنزل بالحليب وهنزل بالسكر والزيت مع السمنة والكاكاو الخام كله كده في قلب الخلاط. انا عملتها معاكم قبل كده كذا مرة يعني، ولسه عاملاها معاكم قريب، بس قلت لازم اكمل الوصفة معاكم. كده الدنيا فل والدنيا حلوة وزي الفل. هضربهم كده في شفشق الخلاط، وهنزل بكوباية الدقيق في بولة، وهنزل بالكيك شيف، وهنزل بذرة ملح اللي هي احنا متعودين عليها. وهقلب كل المواد الجافة دي بالمضرب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بالمواد السائلة. في نقطة، لو لقيت الكيك تقيل شوية انزلي عليه ب2 أو 3 من الحليب اللي هو اللبن. لا مظبوط زي كده، هو اعملوا المقدار ده هتلاقوه مظبوط جدا. خلاص كده الدنيا فل. لقيتيه خفيف 2 دقيق كده. خلاص احنا قلنا العيوب والمميزات اللي ممكن تقابلك وتصادفك في الوصفة دي. كده الدنيا تمام. وانا راكنه الكريم كراميل على جنب اللي هو الكريم البودر اللي احنا عملناه في قلب الحليب، وخليناها سخن على النار. وعملنا الكراميل اللي هو السكر اللي احنا بنعمله اللي هو بيجي مع العلب، واحنا بنعمله في البيت يعني مفيش اي مشكلة. لو مش متوفر عندك بنجيب 2 معلقة سكر وبنحطهم على النار لحد ما يتكرملوا كده. خلاص الكراميل جاهز معايا. وهنزل طب انت ازاي نزلتي بالكيك على الكريم كراميل وهو سايل كده؟ هتشوفوا دي سبحان الله، هي دي قدرة قادر بتاعت ربنا. ليه سموها قدرة قادر؟ عشان سبحان الله مجرد ما بتخش الفرن بتفصل كل حاجة لوحدها. انا اصلا والله انا اول مرة اعملها، بس اتبهرت بالنتيجة بصراحة، كانت تحفة وكانت خرافة. انا عن نفسي لقيت الكيك فوق كده، والكراميل والكريم كراميل اللي في النص، والكراميل اللي تحت اللي هو السكر، حاجة كده فاخر من الاخر. وهجيب صينية وهجيب فيها ربع الصينية مية سخنة من مدة الغليان، وبحط عليها نقطتين خل طبعا عشان الصينية ما تزرقش. دايما الصينية بتبقى اكبر من الصينية اللي انا حاطة فيها الوصفة. واحطها في قلب الفرن على درجة حرارة 180. ومجرد ما تخرج معايا اختبرها والدنيا تمام. وبعد كده احطها في التلاجة لمدة ساعة. وبعد كده لما اجي اقلبها بسخن المية وبنزل فيها في قلب المية السخنة وبقلبها، بتتقلب معايا زي ما انتوا شايفين كده. الكريم الكراميل فوق والكريمة تحت وفي النص، والكيك تحت. يعني حاجة كده فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. يعني كده مش هتبهروا بالنتيجة، قوموا جربوها وتدعوا لي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وبصراحة كان طعمها وريحتها خطير، قوموا جربوها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واشوفكم على فيديو جديد وحاجة كده فاخر من الاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.